تعالي كده نغير ونقدم الأكل بشكل جديد هيحسسهم كده بالتغيير وكأنهم بياكلوا حاجة من بره، وتوفري على نفسك مواعين وصواني وغرف في أطباق وغسيل مواعين، وفي نفس الوقت تغيير وتقديم كده للأكل بشكل حلو. تعالي كده نجيب حلة ومعلقة سمنة ومعلقة زيت وننزل عليهم باللحمة المفرومة المتجمدة، بس هتفك دلوقتي. وهنعمل كده أكلة بسيطة في الطواجن اللي انتوا شفتوها دي، سعرها مش غالي خالص، ما يجيش على حق غسيل المواعين والله. وهنسيبها كده لما تفك، بغطي عليها بوطي وهي بتفك وبتنزل ميتها، وبعدين بتتشوح في السمنة والزيت عادي، وبعدين بنزل عليها بالبصلاية تاخد معاها تشويحة، وانزل عليها كده بطماطماية وفلفلاية وشوية من الفلفل الرومي، واقلب كله في بعضه واغطي عليهم لحد ما ي- يعني يتبالوا كده مع بعض. ولو عايزة شوية مية مفيش مشكلة. كده عملنا تعزيكة لحمة حلوة جدا، وبنبهرها زي ما انتوا عارفين ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة، ولو رشة من جوز الطيب يا سلام. هنجيب بقى الطواجن الحلوة اللي احنا جبناها دي، وهنحط فيها كده شوية بشاميل، وكلنا شطار في البشاميل. دي طريقة كده حلوة وجديدة تقدمي بيها الأكل، كل واحد كده في الطبق بتاعه، كل واحد يتحط له في الطبق بتاعه اللي بيحبه بالشكل اللي بيحبه، وتوفري على نفسك انك تبقي عاملة في صواني وغرفة في اطباق وشغلنا. خصوصا لو عندك أطفال دول بيحبوا بالفلفل الألوان، ده لأ عايزاه من غير فلفل، فبحاول اصطاد اللحمة من غير فلفل، فكل واحد بياكل على مزاجه. فكل واحد كده ياخد في طاجن وكأنهم كده جايبين أكلة من بره حلوة، وتبقي وفرتي على نفسك وقدمتيها كده بطريقة جديدة وشيك عن اللي بتعمليه كل يوم في الأطباق العادية، ووفرتي على نفسك مواعين. حبيت كده أشارك وجبة الغدا البسيطة دي بفكرة التقديم السهلة دي، وبألف هنا وشفا. عايزة اقولك البشاميل لو مش عايزة تحطي على وشها صفار بيض ولا سمنة ولا الحاجات دي عشان تاخد لون، ممكن ترشي على وشها شوية بقسماط بسيط، هيديها لون بعد ما تستوي زي ما انتوا شايفين. وده كده كان جلاش عملته بنفس تعصيجة اللحمة، بس بردك من غير صواني ولا بيض ولا لبن ولا تكاليف. إيه بلفه مثلثات زي ما انتوا شايفين، وبحمره في طاسة البطاطس، بيبقى جميل كده مقرمش من بره وطري من جوه. كنت عملته معاكم قبل كده. يلا لايكات بقى.